شهر رمضان تيتزاد هاد المشاكل ديال الاصابه بالمعده، بخصوص الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الالتهاب او مشكل ديال القرحه ديال المعده. وهذا ناتج على انه الافرازات الحمضيه تتزاد خلال الفتره ديال الصيام، مما تزيد من النسبه ديال الالتهاب ديال المعده وخطر ظهور المضاعفات، كانه المريض الى عنده قرحه ديال المعده يتصاب بواحد الثقب على مستوى المعده، او لا يتعرض لواحد النزيف بحيث انه الخروج ديالو غادي يولي كحل، يعني البراز ديالو غادي يولي كحل، ويقدر لا قدر الله يبدا يخرج لنا بالدم. شنو هما الامور اللي خص يدير المريض؟ خصو يتجنب انه الا بانوا عنده مشاكل ديال الالم انه يصوم ويمشي يستشر مع الطبيب ديالو باش يشوف واش ما عندوش اعراض ديال قرحه المعده اللي كتستلزم بعض الفحوصات الطبيه. وكذلك خصو يرد البال التغذيه ديالو، ما نبقاوش ناكلوا بزاف من الفطور السحور، نمشيو على النظام الغذائي اللي كنا كنمشيو عليه قبل، نكثروا من الماكله ديال الخضار وديال الفواكه، نشربوا الماء مزيان، نقصوا من اللحوم، من الحوايج اللي كتكون غنيه بالسكريات وبالدهنيات وبالبروتينات. يعني الانسان من تيجي رمضان عاد باش يجيه القلي، البريوات مقليين، الحوت مقلي، هادشي ديال المقليات خصنا نتفاداوه خلال شهر رمضان. الانسان اللي عنده مشاكل ديال المعده يرد البال مع الحوايج اللي كيكون فيهم الحوامض بحال الحريره، الحاجه اللي فيها العطريه بزاف، الشرموله، الحار، الفواكه الجافه، الحليب والمشتقات الحليب. ما نخلطوش مجموعه ديال الاغذيه في نفس الوقت. كتلقى يعني الشخص تياكل من كل شيء في نفس الوقت. نفرقوا التغذيه ديالنا، فطور، عشاء، سحور، يعني وكيف ما قلنا المكونات ديال الاكل ديالنا اغلبيه تكون غنيه بالخضر وبالفواكه، ونشربوا الماء بواحد الكميات اللي تكون مزيانه، الحاجه اللي تتسهل العمل ديال الجهاز الهضمي. وما ناكلوش بسرعه، ناكلوا بشويه علينا وباش العمليه ديال الهضم تكون مزيانه. وبالنسبه للناس اللي عندهم المشكل ديال الارتجاع المعدي المريئي، ما ياكلوش كميات كبيره وما ياكلوش وينعسوا. هذه هي النصيحه اللي كانت عندي بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مشاكل ديال المعده خلال شهر رمضان.